كابانا في الساحل ب10,000 جنيه وفاتورة غدا ب8 مليون جنيه وشرط غريب لحضور حفلة مصطفى كامل. ايه اللي بيحصل في مصر؟ المكان ده سعره 10,000 بير نايت بس، والمية ب200 جنيه، وبجد الاسعار هناك غالية قوي. على فكرة الكلام ده مش صح خالص. من يومين كده نزلت بنت فيديو ليها وهي في الساحل الشمالي، قلبت الدنيا على السوشيال ميديا. البنت اتكلمت عن اسعار الساحل الشمالي وانها مش غالية قوي زي ما في ناس بتقول، وعرفتنا عن حاجة كده اسمها كابانا، ودي عبارة عن مكان على البحر، جاكوزي وشواية، وسعر الليلة الواحدة 10,000 جنيه. دي اسمها كابانا، فيها جاكوزي وكمان فيها شواية. مش دي المشكلة الحقيقة، المشكلة انها بتقول ان 10,000 جنيه في الليلة الواحدة مش مبلغ كبير، ده في ناس بتدفعهم في غدوة واحدة. المكان ده سعره 10,000 بير نايت بس، يعني مش غالي خالص. يعني في ناس بتدفع الرقم ده عادي جدا وهم رايحين يتغدوا. اللي هو انتوا عايشين معانا في الكوكب ولا ايه يا جدعان؟ طبعا ناس كتير اتضايقوا من الفيديو ده، واللي قال ان المبلغ ده ممكن ناكل بيه منطقه بحالها، واللي قال ايه المنظره والافوره دي، واللي حاسب وقال حسبي الله ونعم الوكيل، انتوا بتحبوا تستفزونا كده ليه؟ واللي هزر وقال طالما في جاكوزي لازم ندفع طبعا، واللي قال ده مرتبي في 3 شهور. شرط غريب لحضور حفله مصطفى كامل وعبد الباسط حموده بكره في مدينه العلمين الجديده. بكره في حفله لمصطفى كامل وعبد الباسط حموده في مدينه العلمين الجديده، اسعارها بتبدا من 800 جنيه وبتوصل ل 15,000 جنيه. مش دي المشكله، المشكله ان هم حددوا شرط غريب جدا لحضور الحفله، وهو ان المحجبات يلبسوا عمه. والله زي ما بقول لك كده، اشترطوا على المحجبات انهم يربطوا الطرحه على شكل عمه او تربون او سكارف، لا اما مش هيدخلوا الحفله. ندخل على اللي بعده. بلوجر اسمها اروى قاسم نزلت فاتوره غدا ليها في مطعم، وكانت الفاتوره مكتوب عليها 8 مليون و700 الف في حته غدوه. طبعا الفاتوره استفزت ناس كتير وفضلوا يسالوا ليه اتغدت ايه عشان تدفع المبلغ ده. اتضح بعد كده ان الفاتوره في مطعم في لبنان، وان اروى دفعت 8 مليون و700 الف ليره لبناني، يعني حوالي 17,920 جنيه مصري. لا بسيطه في حته غدوه. يلا الحمد لله، المهم ان هم ما طلعوش 8 مليون و700 الف جنيه زي ما كنا فاكرين. في النهايه نصيحه لكل حد بيشوف الفيديو ده، وبجد في الظروف الصعبه اللي ناس كتير جدا بتعدي بيها، حقيقي في ناس كتير بتاكل من الزباله، وفي ناس مش عارفه تاكل ولادها حرفيا او تعالجهم او تجيب لهم ادويه او الاحتياجات الاساسيه. فيا ريت كلنا نساعد بعض قدر الامكان، ويا ريت ننبسط ونفرح، وكل واحد يعيش في المستوى اللي ربنا رزقه بيه وكل حاجه، بس مش لازم نتمنظر على السوشيال ميديا مراعاه للناس اللي ظروفهم صعبه، وعشان كمان ما تتحسدوش. ولا انتوا ايه رايكم؟